ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله معانا ديزاين جديد. طبعا الديزاين زي ما شفتوه في البدايه ان هو عجينه سكر والمجسمات موجوده جنبي. ان شاء الله هنعمل مع بعض بقى النهارده ديزاين بعجينه سكر، وهنفرد مع بعض الجناش على الكيك. وزي ما قلت لكم المره اللي فاتت لما عملنا فيها جناش على الكيك، قلت لكم يفضل ان انت تستخدمي الجناش بدرجه حراره الغرفه. وتاني حاجة يفضل ان انتي بعد ما تحطي جزء كده بسيط على الكيك، تحطي الجزء مثلا الاولاني اللي فوق ده وتبتدي ان انتي توزعيه بالسكرابر، وبعد كده تستخدمي جزء تاني من الكيك وهكذا. يعني تحطي طبقات من الجناش بالتدريج وتبتدي ان انتي تعمليها بالسكرابر واحدة واحدة عشان الكيك ما يشمعش معاكي او الجناش يشمع معاكي على الكيك. طبعا لان الكيك معانا بيكون سقعان او متلج فبالتالي بيتشمع معاه على طول، ودي احسن طريقه انا بستخدم فيها الجناش. لكن الطريقه اللي انا عملت فيها معاكم ديت، حبيت ان انا برضو اوريكم لو عملنا الجناش مره واحده على طول من غير ما نستخدم السكرابر في كل خطوه، الموضوع ما بيبقى سهل جدا وبيبقى صعب. ولكن انا الحمد لله اتفاديت الموضوع، بس انا حبيت بس اجرب لكم عشان بس ما فيش حد يدخل الكيك الفريزر او التلاجة ويسقع معاه وبعد كده يحط عليه الجناش مرة واحدة، فالموضوع هيكون صعب جدا 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 عليه. فبالتالي لازم الخطوة اللي انا قلتلك عليها ان انت تاخدي جزء من الجناش تحطيه على الكيك وتبتدي تفرديها معاكي واحدة واحدة بالسكلابر، والموضوع بيكون سهل جدا وبسيط. وبالتالي عشان هي ملحقتش تشمع فهتتفرد معاكي كويس جدا. زي ما انتوا شايفين كده انا طبعا هنا بعافر شويه مع الكيك عشان انا جربت الطريقه اللي بقول لكم عليها، عشان لو حد عمل كده اقدر ان انا برضو اشوف المشكله اللي هو وقع فيها واقدر ان انا اكلمكم عليها. ولكن الحمد لله بعد معاناه طبعا شويه بدات ان انا عملت شارب ايدج كويس جدا للجناش واديتها سطح املس وناعم زي ما انتم شايفين. طبعا ده بقى باستخدام استخدام بسيط من المية السخنة عشان تخلي معايا السكرابر سخن شوية فتديني سطح ناعم واملس. زي ما انتم شايفين احنا عوانا يعتبر فيه، عوانا فيه جامد كمان عن الجناش لما بنستخدمه حاجات بسيطة ونبتدي ان احنا نوزعها اول باول. زي ما انتوا شايفين كده تاني حاجة المجسمات انا مجهزاها جنبي قبلها بليلة عشان تنشف معايا. ويا بنات انا ما بحطش على المجسمات اي سوائل، انا بحط عليها سي ام سي، ولما باجي الزقها ببعضها بحط يا اما سي ام سي عليه شوية مية واعمل بيها مادة رابطة والزق بيها عندي عجينة السكر، او احط عندي عسل جلوكوز او جيلو تلميع على البارد زي اللي انا بستخدمه على طول وانا بلزق القعده. طبعا الفيديو ده كان قديم شويه فانا كنت بلزق هنا الكيكه في القعده بجناش ومربى حليب، لكن انا مؤخرا بقيت بلزق الكيك بالقعده بعسل جلوكوز او جيلو تلميع. زي ما انتم شايفين برضو الطريقه ديت الاولى اللي انا كنت معتمداها في فرد عجينه السكر على الكيك. وزي ما انتوا شايفين برضو هي انا شايفاها بالنسبه لي ان هي مش احسن حاجه او بتاخد مني وقت شويه عقبال ما ببتدي ان انا افرد العجينه على الكيكه، فبتاخد مني وقت شويه عشان اظبطها وابتدي ان انا اخليها من تحت كلها مظبوطه وما يبقاش فيها اي كشكشه، لان احنا زي ما انتوا شايفين ان احنا بنفرد العجينه كده واحده واحده. وفي نفس الوقت ببقى خايفه مثلا تتقطع معايا لو انا مثلا العجينه بتاعتي رقيقه، فانا برضو بفضل لك الاسهل والاحسن والاضمن، عشان انت طبعا لو ايديكي مش واخده في الشغل كتير وحابه ان انت تعملي حاجه من اول مره تطلع معاكي كويسه، يبقى يفضل ان انت تستخدمي الطريقه اللي هي بنعمل على الوش بتاع الكيكه بنعمل لها جزء مدور وبعد كده بنلف الكيك نفسه بجزء منه مستطيل وبنبتدي نلحم الزياده بتاعتها ببعض زي ما شفنا الفيديوهات اللي فاتت. يا رب بس ما اكونش مطوله عليكم واكون برغي معاكم كتير بس عشان اقدر افيدك على قد ما اقدر. وطبعا جبت عندي المكوه بتاعت عجينه السكر، دي حاجه اساسيه جدا يا بنات. وعايزه اقول لكم كمان ان في انواع طالعه جديده انا بدور عليها، لو حد يعرف هي موجوده فين يا ريت يقول لي. يعني بتبقى موجوده فيها الشكل العمود والشكل العرض، يعني موجوده فيها طول وعرض بحيث ان هي تفردي على طول تديك الشارب ايدج على طول مره واحده وانت بتفردي، يعني بتفرد معاكي من فوق ومن تحت. وزي ما انتم شايفين المجسمات دي بقى دي ورق طبعا انا عاملاها، والسلوك اللي انا بثبتها عندي في الكيك ده الواير اللي انا قلت لكم جايباه من عند الموان،
ما لقيتوش غير عنده، وسعره حلو جدا. يعني عايزه اقول لكم ان انا كنت جايبه ب30 جنيه من فتره كبيره جدا ولسه عندي. مش عارفه دلوقتي هيكون بكام. يعني لو انت مش عارفه تقولي اسمه، على ما اعتقد كمان ان هو الموال ما يعرفش ان هو اسمه واير. بتقولي له عايزه سلوك رفيعه جدا اللي هي بتتربط بيها الاسلاك ببعض. وطبعا المجسم بتاع المانيكان ده هو شكله غريب شويه، بس تمام شغال معايا. وطبعا عاملاه من الفل عشان يكون خفيف معايا على الكيك. وعملت كده بكر من الخيط زي ما انتوا شايفينه متشمع ما شاء الله معايا ومش طري، لان انا عامله المجسمات قبلها بيوم وحاطه عليها CMC. وهنا برضو عامله الجزء اللي عليه الدبابيس ده. الدبابيس دي طبعا مش دبابيس حقيقيه، كل حاجه احنا عاملينها بايدينا. دي بتبقى برضو سلوك اللي هي الواير اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، حاطين فيها اجزاء من عجينه السكر بالوان مختلفه عشان تدينا شكل دبابيس. والقاعده نفسها بتاعتها فيك، يعني احنا مستخدمين نص دايره كبيره وعملنا عليها عجينه السكر زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. بالنسبه برضو للدبابيس التانية دي بيجيلها اصلا سيليكون، بيطلع لك نفس الاشكال بتاعه الدبابيس سوري الزراير. لكن احنا طبعا مش هنجيب مولد لحاجه يعني بسيطه زي دي، مش بيبقى عليها طلب كتير. فانا طبعا عاملاها بايدي من غير اي تكنيك او اي حاجه. هي دواير خالص مقطعه بدواير صغيره، والتانية الوردة دي قطعات ورد موجودة عندي، وعملنا فيها الأخرام بتاعة الزراير كده بالتفاصيل بتاعتها. وطبعا الشنط دي عملناها برضو قبل كده، وان شاء الله ابقى اعملها لكم، لان هي انا كنت عاملاها قبل كده وما نزلتهاش، فان شاء الله ابقى هعملها لكم. والمقص ده كنا برضو مجهزينه ولزقناه كده على الكيك. وطبعا بحط عليه دست فضي، زي ما بقول لكم لو مش متوفر مذيب الدست نستخدم مكانه ميه او زيت عادي، وانا بفضلك الميه احسن. تاني حاجة بالنسبة للشنط انا بكتب عليها بالبصمات الصغيرة دي، بصمات صغيرة جدا جدا، دي اصغر مقاس موجود في البصمات. بنزل الخط او القطاعة بتاعة البصامة في قلب الدست اللي انا حابة اكتب بيه. طبعا دست مش بمذيب، الدست كده على طول مجفف او ناشف زي ما هو في البطرمان او في العلبة. بنزل فيها البصامة واحطها عندي على الكيك او عندي على الشكل اللي انا حابة ابصم عليه. وكتبنا كده الكلام اللي هي كانت حابة تكتبه، وكتبنا الاسم بتاع صاحبة التورتة على الكيكة كده بحيث ان هو يبقى مختلف وبعيدة كمان عن الجزء اللي احنا كاتبينه. وحطيت كمان لولي كده على الكيك وما بيبقاش سهل جدا، فبالتالي عشان نثبته بالشكل ده بنحط اللولي او بحاجة بسيطة كده من جيلو التلميع البارد او العسل كلوكوز. ده كان شكل الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه وما كنتش شغلت معاكم كتير واكون خفيفة على قلبكم. وكالعادة لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تدوسوا لايك، وهستنى رأيكم تحت في التعليقات. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.